السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وعليه نتوكل وبه نستعين، ونصلي ونسلم على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل إن شاء الله تعالى مع دروس علامات القيامة وأشراط الساعة. طيب، ها هنا تذكير بما مضى ذكره وإعادة توضيح. بالنسبة لعلامات الساعة قلنا هذه إما آيات وإما أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها، ونحن ننقلها عنه بالأسانيد الصحيحة. يعني نحن الذين نستمع هذا الكلام نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعني وجوب تصديق هذه الأخبار لأنها أخبار صحيحة. ثانيا، كنا نبهنا في بعض المبادئ الأولى في المقدمات العلمية إلى خطورة عدم أو سوء تنزيل الشرط أو العلامة على غير محلها. وقلنا بالإنسان باش يقول هذه العلامة معناها كذا لابد من بحث سلامة الله ورجوع إلى الشروح وأقوال الأئمة الأعلام الثقات الأثبات. يعني نحن كمسلمين نقول نحن نصدق الرسول فيما يقول، أو لا نقول حديث رواه البخاري أو مسلم وغير ذلك. ولكن أحيانا قد يحصل بعض سوء فهم من الناس، يقول كيف هذا الحديث يعني ينطبق على أناس دون آخرين أو جماعة. مثلا مسألة التطاول في البنيان، احنا قلنا باللي الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال من علامات الساعة أن تتطاول البنيان، وضربنا مثال بالإمارات وقطر وين تبان انتهي معهم وهما ما غاضهمش الحال. احنا قلنا هذا وصف مش حرام أن يكون صح ولا؟ كنتوا حاضرين البارح ما قلناش كيفاش انتهي من الصحراء ولا من جبل جاي تبني ولا تطلع، هذا رزق الله وهذا خير ساقه الله، ولكنه من علامات الساعة وكشئنا أم أبينا. واضح؟ لأنه هنا مشكلة لما نقول نص أو آية نقول ذي الآية أو النص هذا يطيح لي أو يقصدني أنا أو يقصد الجماعة الفلانية، صافي مش ممكن أي إمام يدرس أو يتكلم. إحنا لما نتكلم على السؤال، شكرا لك، لما نتكلم على قطع الرحم صافي لي واحد يهضر مع أخوه وعليا، ولما نوصلوا الكاسيات العاريات لما تقول واحد صافي يهضر على بنتي وهذا يقول يهضر على مرتي وهذا يقول. إحنا نوصفوا واش قال الرسول عليه السلام ومع مراعاة مشاعر الناس ودون جرح مشاعرهم ودون تنزيل النصوص عليهم. هذا النص من النصوص ينطبق علي أنا وراه المشكل، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ ومن جهة لازم الإنسان يسير في هذه الدنيا بحسن الظن، وإلا ما يقدرش الناس يمشوا في الدعوة ولا يمشوا في حاجة أخرى. احنا الآن واحسنوا الظن بالدعاة والمدرسين لأننا نجتهد، وإلا كان ممكن نجي نصلي التراويح ونروحوا، ما كاش حاجة راه تلزم فيها ندير الدرس إطلاقا. فقلت إن هذه النصوص ووضحناها وقلنا، وفيها نصوص أخرى احنا أحيانا نعرض عن بعض التفاصيل في النصوص لما يفهم منها من سوء الفهم. وهنا راح نمر إلى موضوع آخر كنا تكلمنا وتوقفنا عند أنه من علامات الساعة أن ينتشر الجهل، وهذا من الجهل، ويرفع العلم. كان واحد النوع من الجهل انتشر في صورة علم، في صورة ثقافة، يسمى اسمع مليح وخاصة ماذا بينا يمشي الفيديو هذا، يسمى الفكر التنويري والفكر العقلاني. ما هو منشأ هذا الفكر؟ الإسلام ليس ضد العقل، هذه ما فيهاش نقاش، لعلكم تعقلون لعلهم يتذكرون، كتاب أنزلناه مبارك إليك مبارك ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن. واضح؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. بالصح المشكلة في الفكر العقلي والتنويري من أين جاء؟ نشأ من الفلسفة اليونانية والإغريقية وغير ذلك. احنا شيء طبيعي أن تسمع واحد كما أرسطو ولا أفلاطون يقدس العقل، لأنه ما عندوش مصدر آخر يتعرف به على الإله، عنده الفطرة منكوسة لأنها سيطر عليها العقل. ولكن لما يأتي مسلم ويقول أنا عقلي هو الذي أتحاكم إليه، كان بعض المصطلحات لازم نقولها بفصحى، محاكمة النصوص إلى العقل هذه جريمة دينية.
احنا العقل، احنا اصلا حنايا لما يسقسونا الناس يقول لك حكم دراسة الفلسفة والمنطق، نقولوا هذا ضروري دراسة المنطق والفلسفة باش نقوم الذهن. حتى علم التعريفات منين جاي؟ مبني مؤسس على علم المنطق، راك فاهم؟ عندما نقول تعريف جامع ومانع هذه مصطلحات منطقية. ولكن أين الإشكالية؟ المشكلة وين؟ لما نشأ فكر المعتزلة، تسموا المعتزلة تقولوا الشيخ يهدر وينبش في التاريخ، لا موجودون إلى الآن وتطوروا في صور مخيفة جدا. شوف في العهد العباسي خاصة تطور فكر المعتزلة. علاه؟ المأمون العباسي واحد الخليفة حب يدير الخير لكنه أخطأ الطريق، يروح يجيب الكتب تاع الفلاسفة تاع اليونان يجيبها المكتبة تاع بغداد ويترجموها بالعربية ويبعث العلماء يقول لهم روحوا اقرأوا هذاك الفكر الجديد في الإلهيات والعلة الفاعلة واللاهوت والناسوت والميتافيزيقا، دخلوا فيها بعدين صار لهم عملية انحراف ذهني. وش ولاو داروا؟ ولاو عندهم ثقة زائدة في العقل لدرجة أسسوا قاعدة ماذا تقول؟ إذا خالف النقل، تعال بكش معناها النقل ما بكش مش ترانسبور، النقل القرآن والسنة، قال لك إذا خالف القرآن والسنة العقل باش نحكمه، قال لك نحكموا العقل. وهذه أكبر ثغرة فتحت على المسلمين أفسدت عليهم عقيدتهم. فنشأ المعتزلة وسائر الفرق الكلامية الكلابية والماتريدية وحتى الأشاعرة وغير ذلك، هم طوائف أيضا. إذن عندما نقول إن العقل ما يستوعبش هذه الفكرة، هم لو الناس ما يقبلوش. يجيك واحد يقول لك هذا الحديث أنا ما دخلش في راسي، هذا الحديث وعلاه هذا الحديث كاين دركا، وعلاه الشيخ يقول في هذا الحديث وقرها على فلان وفلان. شفت كيفاه؟ ولينا حنايا نجيو من فوق ونحكم على النصوص. ومن الأدب ربنا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، كما في سورة النساء. وهذه القصة في البخاري سبب نزول الآية على فكرة. زبير بن العوام بن عمة النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده نزاع مع واحد على واحد الساقية. الرسول عليه السلام إمام القوم ولا مفتي ولا فقيه ولا قاضي ولا رئيس دولة ولا قائد السلاح ولا، المهم هو كل شيء. احتكموا إليه، صادفت أن الحق كان مع الزبير. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم الزبير أنت عندك الحق تفوت الساقية هذه. وش قال له ذاك الرجل الآخر؟ قال له أأن كان ابن عمتك؟ شوف الوقاحة. قال الرسول صافي ملت مع ابن عمتك. وهذا نصادفوها بزاف حنا، تبطل شغلك تريح مع جماعة 3 ساعات 4 في مجلس الصلح، في مجلس الدية، في مجلس الهم، في مجلس الطلاق والزواج والخلع، ومن بعدين تأتي كلمة من هنا ومن هناك، أو مال مع فلان ولا ذاك صاحبه ولا ذاك داير ولا ذاك بولحية ولا ماهوش ولا ذاك لابس. هذا كلام في غاية الخطورة. لكن أين بدأ منذ القديم. قالوا للرسول هذا كعد بن عمتك مثلا. نزل جبريل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. المعتزلة لما أسسوا قاعدة تقديم العقل على النقل، واصل بن عطاء الغزال هذا إمام المعتزلة وتلميذ محمد بن الحنفية اللي هو من أولاد علي بن أبي طالب، ودرس عند الحسن البصري وما أدراك، لكنه اعتزل حلقة الحسن البصري. كان يحضر الحسن البصري ومن بعد قال لك العلم هذا ما كان والو، كل دقيقة قلنا أخبارنا وحدثنا، قالوا نحوسوا على حاجة لوجيك، حاجة منطقية، لأنه قرأ كتب الفلسفة. جبد روحه. قال الحسن اعتزلنا واصل، أن يشوف يواصل جبد روحه وراني خايف عليه. فسميت طائفة المعتزلة. المعتزلة وش قالوا؟ قال لك العقل مقدم على النقل. نعطيكم حادثة بسيطة غفر الله له واصل بن عطاء الغزال. احنا من باب الإنصاف لهذا الرجل، لماذا سمي الغزال؟ يتصور كان يبيع الغزل في السوق باش ينفق على أرامل بغداد. كاين ناس من باب الإنصاف دار الخير دار الخير، دار الشر دار الشر. ثاني مشكلة لما يكون الناس الذين ربما على الحق أو هكذا يرون أنفسهم لا تجده في أي شيء من نواحي الخير، تجده غير في التحليل والتحريم مشكلة. لأن الإحسان يهودي لو كان يحسن إليك تميل إليه. فهذا الغزال مشكلة. وش قال؟ سمع حديث عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة 40 يوما علقة و40 يوما مضغة ثم ينفخ فيه الروح ثم يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. وش قال؟ قال لو سمعت الأعمش يرويه عن ابن مسعود لما صدقته، ولو سمعت ابن مسعود نفسه يروي الحديث لما صدقته، ولو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعه ورانا وصلنا
يقول هذا الكلام. قال قلت له لا أرضى حتى أسمع هذا من الله. ثم قال اسمع هذه تخاف يريب علينا الجامع هذا. قال ولو سمعت رب العزة يقول هذا لقلت له يا ربي ما على هذا أخذت الميثاق. ما بقى أذان ولا بقى خلاص. تصور يجادل في رب العالمين لا وثق بزاف في عقله حقه ما كانوا مخاخ كانوا حاجة دقيقة الأذان زيد دقيقة بعد مخ على بالك الوصل بن عطاء هذا حاجة خارقة العادة. تصور كان ما يقدرش يقول الراء كان يقول غا وباش ما يضحكوش عليه الناس يدير لك خطبة فيها ساعة ما يستعملش حرف الراء خلاص موجودة وكان عندي الوقت نجيبها لكم ولكن علاه نشغلكم بها هذه تاعنا تاع الأدب واللغة. تصور من أنه مخ صح وثق في نفسه بزاف قال لك أنا يراني طامة وبالتالي أنا ما نستناش حتى يروي لي بخاري والله مسلم ولا ترمذي أنا نفهم الدين كما نحب فانحرف انحرافا شديدا والعياذ بالله. روح فهمتوني يا جماعة ولا لا؟ شوف كيفاش تبدأ الأفكار صغيرة وتكبر يكبرها الشيطان ولا تتبع خطوات الشيطان. يبدأ الإنسان من مسألة ومن بعدين يولي زعيم طائفة ومن بعدين يخرج قادر يصل إلى انحراف كما الجعد بن درهم. الجهمية خرجوا من الإسلام. المعتزلة لم نكفرهم أهل السنة لم يكفروا المعتزلة على أصولهم الخمسة وكذا ولكنهم ضللوهم قطعا. وحتى الأشاعرة قامت بينهم بين المعتزلة حرب كلامية كبيرة وابن تيمية أثنى على الأشاعرة قال لهم جهود مشكورة في الرد على الطوائف الكلامية وعلى الفلاسفة في الدفاع عن الإسلام كما الباقلاني وغيرهم كذا. وهذا من إنصاف شيخ الإسلام ابن تيمية الذي لا يعلمه كثير ممن قد يأخذ بحجية ابن تيمية في كلام الشريعة. المهم أنا تجدني مضطرا الآن أن أذكر بعض طائفة من الناس في هذا العصر من المفكرين لتأثروا بهذا الفكر فكر الاعتزال مع فكر الفلسفة وسموه تنوير. عباكش ما اسم التنوير وش معناه ما عباكش. قال لك هذو الفقهاء اللي يهضروا قال الله قال الرسول راك تشوف انت الجمعات تاعنا تبداها قال رواه البخاري المسلم الطبراني البزار الخرائطي رواه مسلم رواه قال لك هذو عايشين في الظلمه. قال لك حنايا عايشين في النور. النور منين جاك اخالي منين جاك النور؟ قال لك العقل الانساني مضيء. قال ابن تيمية رحمه الله لو كان العقل يستقل بالتشريع لما احتاج الناس إلى بعثة الأنبياء. إذا كان العقل هنا يقدر نعرف كيفاش نعبد ربي عليه يبعث لي نبي ويعذبوه ومعجزات وانشقاق القمر والإسراء والمعراج وإبراهيم صلى الله عليه وسلم يرميه في النار. إذن حاجتنا إلى الأنبياء لأن السبيل إلى عبادة الله لا تكون عن طريق العقل. العقل نفهم به الشريعة. طب باش تحفظ القرآن والحديث وتفهم الشريعة لازم يكون مخك جبار بصح. باش تقول لي أنايا نحكم على الشريعة هذا ضلال مبين. الشريعة هي التي تحكم على العقل. اسمع هذه القاعدة نكررها خاصة الشباب لهم يقرأوا في اليونيفرسيتي وراهم يسمعوا بعض الأفكار ويدخلوا في بعض المواقع. العقل تابع للشريعة ليس حاكما عليها. دير عقلك تابع للشريعة تنحرف. أنا نطرح سؤال على جماعة العقلانيين معليش العقل نديروه حاكم على الشريعة أوكي. العقول مش كيف صح ولا لا؟ درك عقلي وعقل هذا وعقل هذاك وهذاك وهذاك والمرأة اللي راه في الدار والعجوزة اللي راه ما دخلتش المدرسة والبروفيسور اللي في اليونيفرسيتي والشيروجيا اللي راه في الكارديو مش كيف العقول. هيا وشكون العقل اللي نديروه حاكم؟ هيا خير ما تفراش عقل أرسطو ولا عقل الإمام مالك ولا عقل أبي هريرة ولا عقل عائشة ولا عقل أعرابي يرعى الأغنام. راعي الغنم مش عيب كي قلنا رعاة الغنم. قال رسول الله اسمع هذه صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا رعى الغنم. رعي الغنم شرف. لما قلنا رعاء الغنم ورعاء الشاء كاد يفهموا باللي راعي ولا الناس يقول لك راعي شغل سبة. هذه ليست سبة. الأنبياء رعوا الغنم وقال العلماء ربي عز وجل يوجد فيهم باش يقودوا الأمة تبداها من رعي الغنم وتجي جاي. إذن كل حال في الوقت ما يكفيش وانا ما نحبش نطول. بالنسبة للناس اللي أثروا في هذا العالم وخرجوا له مفكرين ولا عندهم أتباع تلقى واحد يا عجبه تلقى ربما حتى تلميذ في مستويات بسيطة جدا في الثانوية التلميذ يقول لك كتاب سنن النسائي فيه أخطاء. أو تعرف النسائي؟ تعرف سنن النسائي قريته؟ لا قال واحد في اليوتيوب سمعته يقول وسمعت فلان يقول وفلان يقول. نعطيك قائمة من الناس اللي رسخوا هذا الفكر وقلبوا موازين الشريعة. مثلا جمال الدين الأفغاني رحمه الله هذا أول الناس الذين في العصر الحديث يعني دعوا إلى مسألة تقديم العقل على النقل وانتقد مجموعة من أحكام الشريعة. يعني إحنا طريقة أهل السنة أننا لا نتسرع في التكفير ولا نحكم على الأفراد بهذه الطريقة لكن نحكم على الفكر. نقول لكم واحد الحاجة ركزوا بارك معايا. قادر تقول لي الشيخ وانت ما تغلطش يا مش أنا ما نبانش
أبو بكر يخطئ وعمر يخطئ ومالك يخطئ وأبو حنيفة يخطئ والألباني يخطئ وابن عثيمين يخطئ، ما كانش ما يغلطش ما عدا المعصوم النبي. لكن كاين فرق بين إنسان الطريق تاعو الكتاب والسنة ويغلط لأنه يجتهد وهذه حاجة ربي، وبين واحد يأسس طريق واحدة أخرى خلاص القرآن والحديث رايح هكذا والسيد رايح هكذا، سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغربي. لما يجي واحد كيما محمد عبدو تلميذ الأفغاني وكان شيخ الأزهر مفتي مصر في وقته في وقت الاستعمار الإنجليزي، ثاني أسس لهذه المدرسة العقلية، هو شيخها في الحقيقة من خلال المؤلفات تاعو. له طريقة كان يسخر من فقهاء الدين في الأزهر. سمحوا لي كان يقول لهم الأزهر هذا باش ما يحصلوش كاش داعية هكذا اسمه الأزهر، المدرسة تاع الأزهر في مصر بوكش كان يقول لهم حاجة يكون كان يقول لهم هذا كوري يقول على الجبل، قال ممكن تخرجونا في ليزانيمو، قال لهم لازم عقل لازم حاجة متطورة. ومن بعدين خرج عنده واحد التلميذ وش اسمه قاسم أمين، جماعة الأدب يعرفوه، عنده كتاب وش عنوانه تحرير المرأة. الله أكبر، المرأة كانت مستعمرة والسي قاسم حب يحررها. هذا نقولوا عمي بلقى، هذا ما نقولش عمي السعادة. قاسم أمين دار تحرير المرأة، على بالكش من تحرير المرأة من سلطة الرجل من الحجاب من الحدود الشرعية، وتولي تحرير المرأة وانفلتت الأمور في مصر وجات عداتنا تونس والجزائر وراح وبدأ التبرج وبدأ العري وبدأ الاختلاط وبدأت الفوضى. هذه من قاسم أمين تلميذ محمد عبدو، ضمن أفكار محمد عبدو رحمه الله كلها في كتابه تحرير المرأة المسلمة. في ذلك الزمان ظهر أديب عظيم في الأدب العربي، لكن للأسف يسمى عميد الأدب العربي، هو طه حسين. أتباعه المقربون منه ماذا يقولون؟ يعترفون، قالوا نظن أنه قد تاب في آخر حياته، معناه حبوا يقولوا باللي صح كان عنده انحراف. تخيل هو كان أعمى ما يشوفش، كان عنده مرته اسمها سوزان من فرنسا، كان يقرأ في مونبولييه في فرنسا السوربون، فكانت هي اللي تكتب له، فرنسوية نصرانية. فتأثر لما راح قرأ في فرنسا، هو في الأول قرأ في الأزهر كان يحفظ القرآن، بعدين كي راح قرأ في الخارج بدل العقلية، رجع لمصر قال لهم جيت باش نبدل لكم خلاص العقلية هذه، وجمعه المرأة الفرنسوية هذيك وبدلت له رايو، ولات هي تكتب له في المؤلفات. وبعدين قال لهم ولا تجرأ على أنه انتقد القرآن الكريم. تخيل يتجرأ على القرآن الكريم ويشكك في روايات في القرآن الكريم. قال إبراهيم وإسماعيل ليس معنى أنهما ذكر في القرآن أنهما موجودان فعلا. تدري لماذا؟ لأنه طه حسين، الحلقة تعليم شوية نيفو بس اسمحوا لي بارك، طه حسين بنى الفكر تاعو على الشك تاع ديكارت. رينيه ديكارت تاع فرنسا، هم جماعة فلسفة هنا حاضرين هم يعسوا فيا. رينيه ديكارت هو اللي دار مبدأ الشك، قال لك أنا نشك في كل حاجة، هذا ماء بالك ماهوش ماء، بالك ما زهر، بالك شراب، بالك سيروم. السيد طرطق القرعة قدامي هنا كما واحد يرقي للناس، وبعدين السيد جاب عنده قرعة، حكى لي واحد من اسماعيل القاسي جاب قرعة نتاع ماء، قال له خلاص انا رقيتها هيك، خلصوا وعطوا مش عارف 3000 ولا 4000. قال لي الشيخ كي لحقت وسلوسة طك وين رقاها هذه؟ قال كي يرقي هكذا من بعيد، بسم الله ارقيك من كل شان يؤذيك، واش الفرق بها؟ ورقى الميكروفون ورقى الطابلة، راك تشوف دعوة الشر. إذا قلنا يشكك في كل شيء، فصار طه حسين مسكين في الأدب مخ من عندنا ما نقولوا حد الأربعة كذا، وتكلم في السيرة النبوية، وتكلم في الفتنة بين الصحابة، وتكلم في كتاب الأدب الجاهلي والشعر الجاهلي، كلام في غاية الخطورة. ما يكفيش وقتها تلقى محاضرة في جامعة يعني بس حاجة اختصاص، فهمت كيف؟ لكن منين تبدأ الأمور؟ لما يتسرب لنا فكر خاطينا ويسيطر علينا ويلعبها لي أنا واحد يقول لك أنا ما نستعرف لا بالبخاري لا بمسلم ما والو. ماناش احنا متعصبوا البخاري ومسلم، احنا عندنا قواعد التحديث، قواعد الأصول، قواعد علمية إماكش تعمل بها صافي لازم تغلط. احنا الجزائر شاركنا يعني بهذه الجماعة. محمد أركون مولود سنة 1928 للأسف، كان رجل يعني علماني كما نقولوا لايك مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن عنده فكر أنه يحتقر النصوص القديمة والتراث القديم ويريد أن يجدد، هم سموها تجديد الفكر، كما قال حسن الترابي السوداني، قال لك الإسلام نزل في وقت النبي بأحكام، في وقتها تتغير الأحكام، وهذا كلام في غاية الخطورة. جعله علماء العقيدة من نواقض الإسلام. لما تجي تقول الإسلام ما يصلحش الزمان تولي تخرج من الإسلام، لأنك اتهمت الله بالتخلف. راك معايا ولا لا؟
احنا مشكلتنا مش مع اللي ما يصليش، اللي يقول الصلاة ما نستعرش بها، مش مع اللي ما يصومش يقول الصيام بكري مش دروك، مش اللي ما ديرش الحجاب، اللي تقول الحجاب تخلف، انا سيفيليزي ومتحجبه ديمودي، هذه اللي قادره تخرج من المله. بصح اللي ما يطبقش قد يضعف، قد يغلبه الشيطان وتغلبه هواه. فهمتوني الفرق ولا لا؟ فقلت هذا محمد أركون عفى الله عنه عنده هذا الفكر الخطير. كذلك واحد متأخر المفروض يعني ما نذكروش حتى، لكن شاع واحد الوقت، هذا سعيد جاب الخير، هذا ما جاب لا خير لا والو، قال لهم رمضان تحب تصوم تحب ما تصومش، عجوزه في الدشره، كنا نطلعوا ما اعرف وين، لو كان نسمي دشره يقول لك هو نسمي الدشره تجيبها من العجز تقولها اي ما صوموا رمضان ما تصوموش، تعطيك كف تقول لك روح تلعب امشي. وهو يتكسر منه. الحقيقه جريده الحوار الجزائريه جابوا له اساتذه، استاذ الاخضر نسيت اللقب تاعو يسمح لي، ونظر هو افحمه في الحقيقه وبين ضلاله وانحرافه. راح يجيب في نص لما كان الصيام في الاول اما ان تصوم واما ان تفدي، كما الخمر، يجينا واحد يقول لنا الخمر مش حرام، علاه؟ لانه قال لك لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، قال لك ما دمت راح تصلي ما تشربش، بصح لما بعيد عن الصلاه تشرب، هذا منسوخ، هذا الحكم خلاص، حرمت الخمر نهائيا. وكاين حاجه اسمها معلوم من الدين بالضروره ما تقدرش تبدلها. حذاري من الجرأة على الله ورسوله. وذكرنا في خطبه القرآنيين محمد شحرور هذا السوري، هذا قرآني صريح لا يعترف بالسنه، وأنكر ما ورد في السنة النبوية من أحاديث الغيب وأحاديث أشراط الساعة وأحاديث البرزخ وغير ذلك. كذلك علي منصور الكيالي عنده تفسير وحده تاع القرآن بالعقل تاع المعتزلة بالفكر، أنكر عذاب القبر والمسيح الدجال وفسر القرآن بطريقة لم يسبق إليها. على بالك هذه وقاحة وجرأة، كأننا نريد أن نحرق كتب الأولين كلها ونبدأ بدين جديد، هذا دين جديد مرفوض. كذلك للأسف طارق السويدان في الكويت أو في قناة رسالة، لماذا نذكره؟ هو مختص في الكيمياء وبعدين يولي يدير حصص دينية، لازم يزلق. تصور سمعته ماذا يقول؟ قال من حقنا أن نعترض على كل شيء. هيه روح السي محمد، علاش تعترض؟ يعني نكون كونتراري، يعني نكون اوبوزايت، نكون ضد أي حاجة. هيه قالوا له مثلا شنو؟ ضد الأفكار، ضد الرؤساء، ضد الحكام. هيه روح معليش ضد الإسلام ونعترض على الله ورسوله. قال لك أنت يا قادر تقول له يا ربي ما عجبنيش هذا الحكم، كيف تتجرأ على هذا؟ قال لك للشيعة حبيتوا تسبوا أبا هريرة، سبوا بصح وحدك ما تسبوش خلاص قدامي. فهذا التمييع للفكر وإعطاء حرية زائدة للعقل جعلت الناس قد يخرجون من الإسلام وهم لا يشعرون. نعم دقيقة فقط. إذن قلت عدنان إبراهيم أيضا الفلسطيني، هذاك اللي ما أنكرش السنة ولكن طعن في صحيح البخاري وتجرأ على أبي هريرة وسب معاوية بن أبي سفيان، يعني هؤلاء عندهم مواقع إلكترونية وينشطوا على اليوتيوب وعندهم متابعون. إذن نحذر منهم. لماذا؟ لأنهم انحرفوا بالكلية، مش عندهم جزئيات في الفقه والله فتاوى هكذا، أي إنسان يخطئ يرد عليه بعلم. أما هؤلاء فأسسوا منهج الإسلام عندهم منهج جديد تماما يعصف بالعقيدة الإسلامية ويوقع الناس في انحراف شديد. نسأل الله العافية والسلامة منه والهداية والتوفيق، والعلم عند الله والحمد لله رب العالمين.